السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. يسرني أن نلتقيكم في موضوع جديد ومهم، وهو مهددات الأمن القومي. هو موضوع متشائك، مهما تحدثنا فيه فلن نتجاوز 10% مما يستحقه هذا الموضوع، لأنه متشعب وشايك ويزداد عقيدا يوما بعد الآخر بسبب محاولة السيطرة على الدول والأطماع في موارد الدول وصراع المصالح. هي قضية سياسية في المقام الأول، وهي قضية مهمة جدا. وكثير من الناس بيسمعوا عن مهددات الأمن القومي، لكن ما بيكون عندهم التفصيل الكامل والملم، لأنه الإنسان ممكن يضر أمن وطنه لحسن نية أو لعدم وعيه بتلك المهددات. يمكن لو تحدثنا عن يعني إيه الأمن القومي، أو إيه يعني الأمن القومي؟ الأمن القومي هو معروف، هو قدرة الدولة على تحقيق وتأمين مصالحها الاستراتيجية، ويقوم على امتلاك الدولة لعناصر القوى الاستراتيجية التي تتيح لها امتلاك إرادتها الوطنية. يعني الدولة عشان تمتلك إرادتها الوطنية لابد أن تكون لها القوة والمقدرة على حماية العناصر الاستراتيجية للدولة. تأتي أهمية الأمن القومي في منعة الدولة ضد أي تهديد أو مخاطر، ومقدرتها على حماية مصالحها على المستويين الداخلي والخارجي، والدفاع عن نفسها عن نسقها القيمي. فهو مجالات واسعة، يمكن يشمل الأمن العسكري، الأمن الاقتصادي، أمن الموارد، أمن الحدود، الأمن السكاني، أمن الطاقة، ومجالات كثيرة جدا. الأمن المائي، الأمن المجتمعي، نحن بنتحدث في سلسلة منه لأهميته ولتوعية المواطن بهذه المهددات. يمكن زي ما قلت الموضوع مهم، ومهم جدا إنه يعرف الإنسان 200 ممكن يضر بلده وكيف يتعامل. والتهديدات، تهديد السودان يمكن دولة واسعة، وموقعها الاستراتيجي بيخليها في دائرة الأطماع الدولية، يمكن لأنها هي المدخل لأفريقيا، بالإضافة للموارد التي تمتلكها. يمكن أرضها غنية ومعروف. يمكن منذ الأتراك قبل مئات السنين يمكن دخلوا السودان من أجل شنو، ولا تزال النظرة التركية الدخل بها محمد علي باشا إلى السودان ما زالت موجودة وتتطور وتتلون وتنتشر في عدد من الدول. فالمهددات يمكن تهديدات الأمن القومي كثيرة برضو. فيها الحكومات الأجنبية المعادية والإرهابيين وتجارة الأسلحة وتجارة المخدرات، تهريب المخدرات والتهريب عامة، تهريب السلع. إذا كان تهريب السلع إذا كان تهريب السلع من الداخل للخارج أو على العكس، فهو يمكن يكون تهديد للأمن القومي، لأنه بيهدر كمية من بيهدر أموال طائلة، بيفقد خزينة الدولة الكثير، بالإضافة للحركات المسلحة والإرهابيين والحركات الإرهابية والفساد بأنواعه، إذا كان فساد إداري، إذا كان فساد مالي، إذا كانت الرشوة، دي كلها. ويمكن والأهم من كده، ودي حنفرد لها مساحة ثانية، هي الإعلام. أجهزة الإعلام في الغالب قد تكون واحدة من المهددات الأمنية إذا لم يكون ممارسي تلك المهنة على علم وعلى دراية وعلى فهم كبير لرسالتهم الصحفية مع الحفاظ على مصالح الدولة. يمكن دي تجوال سياحة سريعة في مهددات الأمن القومي، وإن شاء الله ندخل فيها بشيء من التفصيل.